بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بنتكلم على موضوع الاستثمار الرياضي. النهاردة هنتكلم على مفهوم تشخيص وضعية المنشأة الرياضية. مفهوم تشخيص وضعية المنشأة الرياضية. التشخيص يعني ايه؟ التشخيص يعني ان انت تعرف حالة المؤسسة او حالة المنشأة دي هي عاملة ايه في كل مناحيها او في كل نواحيها. تمام؟ التشخيص ده ان انت تعرف نقط القوة ونقط الضعف، فبتعمل اختبار اسمه SWOT. الSWOT ده اختصار لكلمة Strengths and Weaknesses Organization Test، اللي هي نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعة أي منشأة. SWOT SWOT ده اللي هيبين لك إيه اللي حاصل. التشخيص ده تاخده على 3 مراحل. يعني أنا عندي النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي المنصورة أو اتحاد اسكندرية أو أي حاجة، يجي يدعينا كمركز متخصص ان احنا نشخص وضع المنشأة الرياضية. فاحنا هنشوف نقاط الضعف ونقاط القوة وايه المشكلة اللي موجودة فيها عشان نحط ايدنا على المشكلة ونعالجها. زي ما بتروح للدكتور عشان يشخص المرض، بيجي يقول لك مثلا طب اعمل اشعة، اعمل تحليل، يسمع منك الشكوى وبناء عليه بيقدر يوصف العلاج. التشخيص ده هياخد 3 مراحل. اول واحدة انك تتحقق من وجود اختلال في المنشأة الرياضية. يعني انت تقول فعلا في اختلال او في مشكلة ما في المنشأة الرياضية. زي ما انت مثلا تلاقي مشكلة تتعلق بالماليات، زي انخفاض طاقة التمويل الذاتي مثلا، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش امكانيات خاصة. 2، معرفة وتحديد اسباب هذا الاختلال. ده لما وصلنا لان في اختلال او في مشكلة نعرف اسباب المشكلة. 3، ان انت تخرج بالتوصيات او الاقتراحات لحل المشكلة، توضع اكتر من حل، يعني هو الاسلوب العلمي في حل المشكلة. لازم ان احنا نفرق بين حاجة اسمها التشخيص واليات اخرى بتبقى مستعملة برضو في الفحص في فحص وضعية المنشأة او المؤسسة. ليه؟ لان كل حاجة لها هدف. الهدف بيحدد الوسيلة المطلوبة في كل تحليل. فاحنا هنعرف ايه؟ يعني مثلا التشخيص، طب هو تحليل مالي؟ التحليل المالي يعني ايه؟ التحليل المالي مجموعة من الافكار والاعمال اللي بتسمح عن طريق دراسة الوثائق المحاسبية والمالية ان انت تعرف حالة المنشأة ماليا ومحاسبيا، وتشرح نتائجها، وتعرف هي تعمل ايه او تتنبأ بان كان في نمو من عدمه على المدى الطويل او القصير او المتوسط، عشان تاخد القرارات المناسبة للكلام ده. ده التحليل المالي. وده بيبقى من خلال ايه؟ بيبقى من خلال الاوراق المالية، تحليل الاوراق المالية او ال الوثائق المالية اللي موجودة يعني. في حاجة تانية اسمها التأشير. التأشير ده ان انت تحكم على قيمة المنشأة او قدرتها على سداد ديونها. التأشير هيختلف شوية عن التحليل المالي، اللي هو ايه؟ انت تقدر تحكم اذا كانت المنشأة قادرة على تسديد ديونها ولا لا. ولازم التأشير ده يتم من طرف هيئة مستقلة، وطبعا بطلب من إدارة المنشأة أو المؤسسة اللي بتتحمل تكاليف العملية. تمام؟ طيب احنا بنقيم المنشأة. تقييم المنشأة ازاي؟ تقييم المنشأة أو المؤسسة ان انت تعرف حالتها من جميع النواحي، يبقى تقييم عام. حالتها ماليا يبقى ده تقييم خاص بالمال، حالتها اداريا يبقى تقييم اداري، حالتها تسويقيا وهو كذلك. طيب مين اللي هيقوم بالتشخيص ده؟ اللي بيقوم بالتشخيص ده ناس متخصصين، مراكز دراسات جدوى، مراكز بتشتغل في التحليل المالي والاداري، مراكز بتشتغل تسويق كده. فهي مراكز متخصصة
بيجي منها شخص او بتيجي هيئة المكتب ده او هيئة السنتر ده هي اللي بتقوم بالكلام ده. يعني انت ممكن ان انت تسند اعداد التشخيص ده داخليا لموظفي المنشأة الرياضية او الى هيئة خارجية. موظفي المنشأة اذا كانوا على قدر كبير من الكفاءة، ولكن طبعا بشكل او باخر الموضوع بيهمهم او بيحس فيهم اذا كان في خطأ، فالتقرير مش هيطلع تقرير شفاف، هتنقصه الصراحة والأمانة والشفافية زي ما بيقولوا. فأنت الأفضل إن أنت تعطيه لمستشار خارجي سواء فرد أو سواء في هيئة. ده بيتوقف على مين؟ بيتوقف على قرار مدير المنشأة والمتعاملين معها أيضا، وعلى التكلفة لأن كل ده بيساوي كام، وعلى درجة الثقة اللي بيمنحها المتعاملون مع المنشأة لمصداقية النتائج. التكلفة والمدة، هتلاقي التكلفة بتبقى على حساب المنشأة، والمدة هتتوقف على ايه؟ على طبيعة التشخيص. طبيعة التشخيص 3: يا مالي يا استراتيجي يا عام. يا مالي يا استراتيجي يا عام. هتتوقف ايضا على ايه؟ على المعلومات الداخلية والخارجية عن المنشأة. هتتوقف على مستوى مساهمة الموظفين. هتتوقف على درجة الصعوبة الموجودة في المنشأة أو المشكلة واصلة لغاية فين. هتتوقف على عدد الخبراء المكلفين، هو شخص واحد ولا مكتب دراسة. هتتوقف على التأهيل والخبرة الموجودة في الخبراء أو الخبير المكلف. طيب قلنا أصناف التشخيص 3. طيب أصناف التشخيص إيه؟ في تشخيص وظيفي. التشخيص الوظيفي ده هو إن هو يفحص وظيفة أو وظائف معينة للمنشأة، وظائف تقنية، وظائف تجارية، وظائف إدارية، المهم حاجة محددة باينة. بهدف إيه؟ إن إحنا نعرف الخلل فين، نعرف نقاط القوة والضعف المنشأة فين في الموضوع ده. يعني أنا عندي مشكلة مالية، النادي ده مش قادر يصرف على نفسه. أول ما أجي أبص يبقى هبص على إيه؟ هبص على الإدارة المالية بتاعته، أشوف هل هي مظبوطة من ناحية الكفاءات، من ناحية السيستم، يعني في سيستم مالي شغال صح، والناس اللي قاعدة عليه متهيكلة عليه صح، تقدر تديره. هيقوم يوصلنا بسرعة لان احنا ليه معناش فلوس. لو الموضوع اداري نفس الشيء، لو الموضوع تسويقي نفس الشيء، وهو كذلك. يبقى ده التشخيص الوظيفي. التشخيص الاستراتيجي هو دراسة قدرة المنشأة على حاجتين: على المنافسة والتأقلم مع محيطها. قدرة المنشأة على المنافسة والتأقلم مع محيطها. يعني نشوف مكانتها التنافسية مع الآخر ازاي. على سبيل المثال، هات نادي من أندية الدوري عندها مشكلة ولتكن مالية زي الأندية الجماهيرية وعلى رأسها نادي الزمالك. قدرة المنشأة على المنافسة هي واصلة لغاية فين؟ وإيه اللي مخليها كده؟ سواء هي صح أو غلط، يعني سواء القدرة كويسة عجبانة أو مش عجبانة، نقول قدرتها على المنافسة واصلة لغاية فين؟ هل هي قادرة تنافس؟ هل هي فعلا فريق بطولات ولا لا؟ طب ايه اللي مش مخليها فريق بطولات؟ طب ليه هي بتاخد البطولة كل 10 سنين مرة في الوقت اللي المنافس بياخد البطولة ال9 سنين الباقيين؟ ما ينفعش. فاحنا بنقول ما ينفعش ليه؟ عشان 1 2 3 4. طب ايه المطلوب؟ 1 2 3 4. يبقى التشخيص الاستراتيجي اللي هو بتشوف قدرة المنشأة على المنافسة. 2 التأقلم مع محيطها، يعني هي قادرة ان هي تبقى موجودة ومتكيفة مع العالم المحيط بها او مع البيئة اللي موجودة فيها. النوع من التشخيص ده بيخليك تعمل استراتيجية مستقبلية للنادي او المنشأة الرياضية، لان انت لما تيجي تدرس المنافسة ان هي قدرتها على المنافسة والتأقلم، يعني تدرس قدراتها عموما. في تشخيص ثالث اسمه تشخيص الهوية. هو تشخيص بيعتمد على ابراز العناصر التيسيرية للمنشأة.
تشخيص الهوية ده تشخيص بيعتمد على إبراز العناصر اللي بتشغل المنشأة، زي التنظيم، زي الإدارة، زي الاتصال الداخلي، زي النقل، زي التخزين. إيه هويتك؟ تمام؟ التشخيص العام بقى اللي هو بيدرس كل حاجة، فحص كلي للمنشأة الرياضية أو للنادي الرياضي عن طريق نظرة استراتيجية. يعني هو باصص لأن أنا لازم أحل المشكلة من جذورها وأبص لقدام عشان إن أنا أقدر أشتغل أو أحقق نمو في السنوات المقبلة. بيعمل إيه؟ بيعمل تحليل لمختلف الوظائف، عايز يوصل لحاجة اسمها توازن مالي، عايز إن هو يعني يشوف تقدير هوية المنشأة هي واصلة لغاية فين. طب أنت هتاخد ده إزاي؟ مراحل. تحليل مالي سريع ده أول حاجة. أي حد بيجي يشخص منشأة أو يدخل عليها زي ما بيقول لك خد التحليل ده عند الدكتور، خد اعمل لي التحليل ده وتعالى لي، خد اعمل لي الأشعة دي وتعالى لي، يعني ده أهم شيء بسرعة. فأنت عشان تكشف المنشأة يبقى أول حاجة تطمن على الوضع المالي، فتقوم تعمل إيه؟ تحليل مالي سريع لفحص ملاءة أو قدرة المنشأة باتجاه التزاماتها على المدى القصير. يعني هي قادرة في المدى القصير ان هي تشتغل يوم بيوم ومع المصاريف بتاعتها، قادرة ان هي تسدد القروض اللي هي في الوقت القصير او في المدى القصير بتاعتها ولا لا. فحص مدى قدرة المنشأة في الالتزام بالتزاماتها على المدى القصير. 2 المعرفة العامة للمنشأة ومحيطها كمرحلة أولية، تعرف المنشأة دي ايه وهي موجودة فين وبتمثل ايه وكل حاجة. وده بياخد جميع انواع التشخيص بعد التحليل المالي. هتيجي بعد كده تشوف نقاط القوة والضعف، هتظهر لك بقى من خلال ان انت عملت تحليل الوظائف والتحليل المالي، هيظهر لك نقاط قوة، واكيد في كل مكان نقاط ضعف والا ما يبقاش في مشكلة. نقاط القوة هننميها، نقاط الضعف هنقف قدامها وهي دي اللي هنحلها. بعد كده انت تيجي على حاجة اسمها تحليل الفرص والمخاطر. يعني ايه الفرص والمخاطر؟ طيب انا عندي فرصة بان انا ارتقي بالنادي الرياضي او المنشأة الرياضية دي او بمركز الشباب ده ولا لا؟ طيب عندي فرصة، كويس. الفرصة دي درجة المخاطرة بان انا احاول اقتنصها واشتغل عليها قد ايه؟ لازم دي تقدر. ده اسمه تحليل الفرص والمخاطر. يعني على سبيل المثال انا نادي ما اقول انا مثلا عايز اجيب 10 لعيبة عشان الفريق عندي واقع، وبحيث ان اللي موجود يبقى عنده صف تاني او ما اقدر انافس على البطولة، لان مفيش حد بينافس الا اذا كان عنده في كل مركز من المراكز 2 لعيبة او اكتر كمان جاهزين وعلى مستوى يكاد يكون واحد. تمام. فانا خدت وقلت ان في فرصة لو انا جبت 10 لعيبة بان انا انافس على الدوري العام او كاس مصر. جميل. ايه المخاطر اللي هي تحصل لك؟ انا معيش فلوس، طب اجيب الفلوس منين؟ إيه؟ هستلف. طب النادي هيتداين، هتقدر ان انت تسدد؟ هتقدر ان انت تكون ملتزم بالسداد في وقته ولا لا؟ يبقى دي انا المخاطر. هل فعلا اختيار اللعيبه عندك العين الخبيره اللي تختبر اللعيبه؟ هل في شفافيه في المساله دي ولا الناس الكوميشن شغال على ودنه؟ كل ده انت لازم تحلله تحت بند تحليل الفرص والمخاطر. بتقوم بقى بعد كده بدراسه ماليه شافيه وافيه للمنشاه. ده تشخيص مالي. بعد ما بتخلص الكلام ده بتعمل تقرير نهائي. التقرير النهائي بيقول احنا عملنا 1 2 3 4، حددنا المشكلة في 1 2 3 4. بنخرج بالتوصيات، اذا كنتوا عايزين تحلهم هناخد 1 2 3 و4 وناخد الحل الامثل منهم على حسب وجهة نظر الراجل اللي بيدير المنشأة دي او مجلس الادارة. تمام كده؟ التشخيص المالي له خصوصية. ايه خصوصية التشخيص المالي؟ يعني انت بتحلل المالي ليه؟ بتحلل المالي عشان تقدر تتوقع المخاطر المحيطة بالمنشأة او بالنادي الرياضي، لان دي ممكن تهدد المنشأة وممكن نعلن افلاسها. لو احنا في العمل التجاري بنعلن افلاسها،
لو المنشأة رياضية هي مش بغرض الربح، او كانت مش بغرض الربح ودلوقتي هتبقى بغرض الربح بعد قانون الاستثمار، يبقى احنا ينطبق علينا قوانين السوق. يبقى التشخيص المالي عايز يقدر حاجات معينة او يوصل لتقدير حاجات معينة. ايه هو النمو؟ هل في نمو حاصل دلوقتي في النادي الرياضي ده؟ درجة النمو دي قد ايه؟ هل هو متجاوز معدل قطاع المنشأة او المؤسسة؟ يعني مثلا على سبيل المثال النمو في الوسط الرياضي عادة بيبقى مثلا بنسبة 3%. هل النمو في النادي ده بنسبة 3% ولا فوق ولا تحت؟ المردود من خلال اللي احنا بنعمله بيرجع لنا في ايه؟ اقتصاديا، هل المنشأة او النادي الرياضي قادر ان هو يوظف رأس المال اللي عندها اقتصاديا، يعني بيربح؟ يعني على سبيل المثال النادي الاهلي يقول لك ده اهدار مال عام، ليه يا عم؟ لانه بيشتري لعيبه وبيرجع يسيبها تاني. احنا بنيجي نحسبها ازاي لو احنا ناس متخصصين؟ باجي اشوف الاهلي اشترى كام لعيب بكام؟ ب50 مليون جنيه. اللعيبه دي اللي فضل منها 7، وفي 3 اتباعوا فري، فضلوا قاعدين لغايه لما احنا بعناهم فري. تمام. العائد المالي من فريق كرة القدم الأول كام السنة دي؟ ما هو ال7 لعيبة، احنا جبنا 10 لعيبة، 3 منهم بايظين ومشهم ببلاش، يعني دول خسارة محققة. وفي 7 لعيبة دخلوا الفريق الأول. فالفريق الأول خد الدوري العام لكرة القدم في مصر، وخد دوري أبطال أفريقيا، وطلع كأس العالم وعمل الثالث. تقوم تيجي تقول لي بعد كل الفلوس اللي دخلت دي اللي هي زادت عن 50 مليون جنيه ان النادي الاهلي اهدار مال عام؟ ده مدخل لك فلوس. ده هو صرف 50 مليون ودخل 60 مليون، او صرف 50 مليون ودخل 51 مليون، او صرف 50 مليون ودخل 55 مليون. المهم الداخل ازيد من اللي اتصرف. يبقى ازاي ان هو اهدار مال عام؟ يبقى دي فاعلية المنشأة او المؤسسة في توظيف رأس مالها اقتصاديا، اي ربحة مش خسران. طيب المردود المالي ان انا عندي استثمارات. لو انا عامل دلوقتي شركة نادي الزمالك للالعاب الرياضية، شركة مساهمة مصرية، فهتبقى المساهمين وعملت السهم ب100 جنيه، دخل 10 مليون واحد من احباء نادي الزمالك واشتروا السهم ب100 جنيه، بقى عندي عدد فلوس كذا، مليار مثلا. تمام. قمت انا قلت ايه؟ انا برضو عشان ان انا اامن النادي واامن مصاريف النادي، احنا هنحط الفلوس دي او جزء من الفلوس دي في استثمارات معينة، زي اسهم، زي سندات. ده كان ممنوع الاول في القانون، دلوقتي هيبقى متاح بعد القانون الجديد. ما كانش فيه بغرض الاستثمار، تحطها وديعة اقصى حاجة عندك. فانا هاجي احط جزء من المليار اللي عندي بتاع نادي الزمالك، اقوم انا موظفه توظيف مالي في استثمارات معينة في البورصة. شركة اوراسكوم تيلكوم شغالة والسهم بيطلع، رحت انا واخد او شاري شوية اسهم بتاعت اوراسكوم. تمام. الاوراسكوم طلعت ولا نزلت؟ ده هنشوفه، نقدر المردود المالي من خلال الحته دي. واخد استثمارات ماليه في حته تانية في القطاع المالي في بنوك، واخد بالك؟ خدت بقى برضو سندات او اسهم، او خدت بقى شهادات توفير او يبقى كل ده اللي هو المردود المالي، اللي هو بيقيس عائد التوظيف المالي للاستثمارات الماليه. عشان المساهمين في الجمعيه العموميه بقى يشوفوا حقهم، السهم بتاعه وصل لفين؟ كان حاطط 100 جنيه، بقى السهم ب110 في البورصة ولا ب120 ولا ب90؟ هنشوف التوازن اللي هو توازن الهيكل المالي للمنشأة على المدى القصير والمدى الطويل. لازم يبقى في حالة توازن للهيكل المالي للنادي الرياضي على المدى القصير في دورة الاستغلال اللي هي دورة العمل يعني، او دورة العمل اليوم، وعلى المدى الطويل اللي هي دورة الاستثمار، ان انا بستثمر على مدى طويل 5 سنين فما فوق، من 5 ل15 سنة مثلا. هنبص على المخاطر. ايه هي المخاطر اللي المنشأة او النادي بيتعرض لها؟
لان بقول لك ممكن ان هي توصل للافلاس. تمام كده؟ يبقى التحليل المالي مهم جدا في انك انت تعرف بيه اهم حاجة عن المؤسسة من خلال حالتها. وصلت للتحليل المالي وعرفت هي ماشية ازاي وهي بتكسب ولا بتخسر والموقف المالي مطمئن ولا مش مطمئن، يبقى احنا زي الفل. بنيجي نعمل بعد كده ميزانية بنسميها الميزانية الوظيفية. الميزانية الوظيفية دي تعتبر ورقة أساسية لتسيير العمل، لأن بنقسم بنود الميزانية دي غير الميزانية العامة. بنقسم بنود الميزانية دي على حسب 3 وظائف: التمويل واستغلال التمويل والاستثمار. يعني التمويل والاستغلال والاستثمار ده اللي بيشكل الميزانية الوظيفية بتاعتي. ده اعتمادا على ايه؟ على ارقام سليمة خارجة من الميزانية المحاسبية السنوية بتاعتي. تمام؟ حتة الميزانية الوظيفية دي مهمة شوية للي عايز يشتغل في الاستثمار والتمويل الرياضي. بنشكل ميزانية وظيفية. ايه هي الميزانية الوظيفية؟ لها 3 بنود: استثمار واستغلال وتمويل، او اعكس تمويل واستغلال واستثمار. الارقام اللي هتبقى في ال3 بنود دول جايين لي من مصدر يعني لا يرقى اليه الشك، اللي هو ايه؟ الميزانية المحاسبية السنوية. انا ميزانية 2016 هاخد منها كل ما يخص التمويل والاستغلال والاستثمار بتاع نادي المنصورة او النادي الاهلي، واعمل الميزانية الوظيفية. اقوم اخرج بان انا اقدر اعمل جدول للميزانية الوظيفية دي يخليني اعرف اشغل دورة الاستغلال اللي هي ايه؟ اللي هي تشغيل العمل. تحلل الميزانية الوظيفية من خلال ان انت تحلل وضع الميزانية الوظيفية، هتوصل لمؤشرات توازن. رأس المال العامل الصافي الاجمالي كام؟ احتياجات رأس المال كام؟ احتياجات رأس المال العامل للاستغلال كام؟ كلها مصطلحات مالية ومحاسبية، دي مش اللي احنا بندور عليه دلوقتي. تمام؟ بتحلل ماليا بواسطة الميزانية المالية العامة وميزانية التصفية، تقوم تعرف ايه هيديلك في سيولة ولا ما فيش سيولة. في سيولة يعني التأكد من سرعة وقدرة المنشأة او المؤسسة من تحويل اصولها الى سيولة. ده اللي بيقول لي يعني انا معايا في الخزنة مثلا 100,000 جنيه وانا عايز مليون، عندي اصول بان انا لو فكيتها دلوقتي هتجيب لي 900,000 جنيه. تمام؟ احترام اجل الاستحقاق، ان انت قادر على تسديد ديونها في المواعيد المحددة. الملاءة او القدرة، بمعنى قدرة المنشأة على تسديد معظم ديونها. ده اللي هنخرج بيه من تحليل الميزانيتين: الميزانية المالية العادية والميزانية الوظيفية. تمام؟ طب في فرق، انت عامل ميزانيتين ليه؟ هو في فرق بين الاثنين؟ ده بيتوقف على طبيعة المحلل وعلى بنود الميزانية. طبيعة المحلل، الميزانية المالية هي تحليل خارجي اللي هو بيقوم بمين؟ كلنا عارفين مراقب عام الحسابات الخارجي اللي احنا بننتخبه مع مجلس الإدارة كل 4 سنين. بيبقى محطوط مراقب عام الحسابات الخارجي هو اللي بيقوم بعمل الميزانية السنوية، فكده هو تحليل خارجي. تمام؟ او بتقوم بالبنوك او الموردين للمنشأة او للنادي، هم اللي بيقوموا بيه. ليه؟ عشان يعرفوا الموقف المالي بتاع النادي صحيح. ده على عكس الميزانية الوظيفية. الميزانية الوظيفية اللي بيقوم بها الإدارة المالية داخل النادي، فهو تحليل داخلي بتقوم به المنشأة أو المؤسسة. بنود الميزانية بيتم تنظيم بنود الميزانية الوظيفية على أساس التخصص في وظائف المنشأة أو التخصص في وظائف المؤسسة أو النادي. إنما في الميزانية المالية بتنظم البنود في الميزانية على أساس إيه؟ على أساس مدة الاستحقاق اللي هي سنة أو أكتر، وذلك بنسميها ميزانية سنوية. الموارد والأصول الأكثر من سنة والأقل من سنة. صح كده ولا غلط؟ ده اللي هو متبع بالنسبة لي.
لو انت عملت الكلام ده كله هتقدر ان انت تحلل النادي الرياضي وتقف على الوضع المالي بتاعه، هو مطمئن ولا غير مطمئن، هو آمن ولا غير آمن. كل ده لما تشتغل بيه هتوصل لانك تقدر تعرف احتياجات دورة الاستغلال ايه، او توصل لدورة الاستغلال. المرة الجاية نتكلم على دورة الاستغلال. اشوفكم على خير ان شاء الله.